الإسكندر الأكبر، المعروف أيضا باسم الإسكندر الثالث المقدوني، هو واحد من أعظم الشخصيات العسكرية والسياسية في تاريخ العالم. ولد عام 356 قبل الميلاد في مقدونيا، وهي مملكة تقع شمال اليونان. كان ابن الملك فيليب الثاني والملكة أولمبياس. تأثر الإسكندر منذ صغره بوالده الذي كان قائدا محنكا، وبأمه التي كانت تؤمن بأن الإسكندر من نسل الآلهة. لكن تعليمه على يد الفيلسوف العظيم أرسطو شكل مرحلة هامة في تكوين شخصيته. البدايات: عندما بلغ الإسكندر سن 16 عاما، كان قد اكتسب خبرة عسكرية كبيرة، حيث قاد قواته في عدة معارك نيابة عن والده. وفي عام 336 قبل الميلاد اغتيل فيليب الثاني، مما جعل الإسكندر الذي كان يبلغ من العمر 20 عاما ملكا على مقدونيا. صعوده إلى السلطة: بعد أن أصبح ملكا سعى الإسكندر لتوحيد دول المدن اليونانية تحت قيادته. قاد حملة عسكرية حاسمة ضد طيبة، إحدى المدن التي تمردت ضد حكمه، وقام بتدميرها بشكل كامل لتكون عبرة. لم يتوقف طموح الإسكندر عند الفرس، بل اتجه شرقا لغزو المناطق المحاذية للإمبراطورية الفارسية. قاد جيشه إلى الهند، حيث خاض معركة كبيرة ضد الملك الهندي بوروس في معركة نهر الهايدسبس عام 326 قبل الميلاد. برغم المقاومة الشديدة التي واجهها من الفيلا الهندية، تمكن من الانتصار. نهاية مسيرته: بعد سنوات من القتال المستمر، تعب جيشه وأبدى استياءه من مواصلة الحملة. قرر الإسكندر العودة إلى بابل، حيث خطط لمزيد من التوسعات. ولكن في عام 323 قبل الميلاد، وبينما كان في بابل، مرض فجأة وتوفي عن عمر ناهز 30 عاما. هناك نظريات كثيرة حول سبب وفاته، منها الملاريا أو التسمم، لكن لا يوجد إجماع حول السبب الحقيقي. إرث الإسكندر: عقب وفاته تفككت إمبراطوريته الضخمة التي امتدت من اليونان إلى الهند، حيث تقاسمها قادته العسكريون فيما عرف به الحروب الديادوخية. ومع ذلك فإن تأثير الإسكندر كان هائلاً. أسس عدداً من المدن التي حملت اسمه، وكان للإسكندرية مكانة خاصة كمركز للعلم والثقافة. كما نشر الثقافة اليونانية في جميع المناطق التي غزاها، ما أدى إلى ظهور الحضارة الهلينستية التي مزجت بين الثقافات اليونانية والشرقية. الإسكندر الأكبر لم يكن مجرد قائد عسكري، بل كان شخصية كاريزمية ألهمت أجيالاً من القادة والعسكريين.